نحن الآن في جنوب العراق، تحديدا في ميناء قصر، لمتابعة أوضاع الملاحة في خور عبد الله. الإجراءات الأمنية مشددة، وكل شيء يخضع للرقابة والتفتيش. جميع المداخل تحت السيطرة، برا وبحرا وجوا. لا أحد يمكنه اختراق سيادة العراق. الأيدي العاملة تستمر بإنجاز الأعمال، وكل شيء على ما يرام. هنا حيث النقطة النهائية قبل تحميل البضائع وبراميل النفط والمواد التجارية على ظهر السفن. الدفاعات الجوية منتشرة في أطراف الميناء وتراقب السماء بدقة. أما القوات البحرية العراقية يسيطرون على المياه الدولية العراقية بشكل كامل. إنهم في أتم الجاهزية في جميع الأوقات. هنا البحرية العراقية مأذون للسفينة القادمة من أوروبا بالعبور. Thank you for allowing us to pass. We appreciate it. We hope everything goes well. لكن كانت هناك قوة مدفوعة ومدعومة من جهات غامضة من أجل مهاجمة الميناء وتدميره. هذه القوة مسلحة بشكل خطير. اسمعوني زين، تدمير هذا الميناء هدف لا تراجع عنه. جميعكم راح تحصلون على هدايا ومكافآت. قوتنا كبيرة وكافية، معنا قناص ماهر وقوي، والأهداف سهلة قدامه. هجومنا راح يكون بحري وبري وجوي. بالنسبة للهجوم الجوي، تم تزويدنا بطائرات مسيرة متفجرة حديثة راح نباغت بيها الجهات الأمنية بالميناء، ونحاول نستهدف الأماكن الحيوية. عندنا رادار مطور وأدوات حديثة جدا لقيادة الطائرات المسيرة. أعيدها وأكرر عليكم، لا ترحموا أي هدف وأضربوا كل شيء أمامكم. راح يكون هجوم من عدة جوانب لغرض إلحاق ضرر كبير عندهم. اليوم نحرق خور عبد الله بالكامل. تحركوا واصعدوا القوارب يا شباب. رصدت القوات العراقية تحركاتهم، وانطلقت القوات البحرية للتصدي لهم. انطلاق مجموعة من الضفادع البحرية التابعة للقوات الخاصة العراقية إلى الخطوط الخلفية للأعداء. من جهة أخرى تتقدم قواتهم البرية وتحاول التسلل لاختراق الميناء. أما القناص الإرهابي التابع لهم أخذ موقعا في أعلى التلة.
تمكن من إصابة أحد الجنود، ولم تستطع باقي القوات التحرك بحرية. والآن بدأوا بهجوم الطائرات المسيرة. تقدمت فرقة تابعة للبحرية العراقية من أجل منع التسلل البري إلى داخل الميناء. تم إجبارهم على الانسحاب، وعلى رأسهم قائد المجموعة الإرهابية. تستمر الدفاعات الجوية العراقية باعتراض المسيرات، ويستمر فريق الغواصين الأبطال ضرب الصفوف الخلفية للعدو. إلى جميع الوحدات القتالية، وصول الدعم الجوي في هذه اللحظة. إلى سلاح الجو، هنا البحرية العراقية. تم رصد قائد الإرهابيين وهو يهرب، وتم رصد قناص أعلى التلة. يرجى معالجة الأهداف حالا. من سلاح الجو إلى فرسان البحر، تم معالجة الهدفين بنجاح. وهنا تم ردع التهديد الإرهابي الجبان، وكالعادة أمام أنظار العالم لا تعبثوا مع العراق. سرعان ما تم رصد رادار المسيرات وتمت معالجته بنجاح. لا تنسوا متابعة ديجل. شكرا للمشاهدة.